صباح الفل عليكم، انتوا وحشتوني. الحمد لله صحيت الفجر، خلصت شويه حاجات كده كنت المفروض ان انا اعملها. شويه ديزاين كده وشويه حاجات المفروض ان هي تخلص، كانت تبع الكليه وتبع القناه وحاجات تانية كتير يعني الساعه دلوقتي 10، واللي هو ايه ده لسه في وقت، لسه في وقت ان انا اعمل حاجات تانية كتير. شفتوا بقى فايده ان انت تصحى بدري؟ يعني حوار ان انت تصحى بدري. ايه ده يا صاحبي، انت بتعمل ايه بتعمل ايه؟ ثانيه واحده بس. حوار ان انت تصحى بدري ده حوار جامد جدا، جامد طحن من الاخر. يعني اللي هو ايه، عارف انت اللي هو بورك لامتي في بكورها. فحوار ان انت جامد جامد يا جدعان. انا بصحى بدري، بخلص كل اللي عليا، ودلوقتي المفروض ان انا هعمل كذا انترفيو يعني من كذا حد، عن طريق التليفون، ان انا اكلمه يعني واساله كذا سؤال كده تبع ستودنت اكتيفيتي عندنا في الجامعه. آه، فيلا بينا اخلص كذا انترفيو كده وبقول لكم على الفكره يعني من الانترفيو، وانا عامل الفيديو ليه. فانتظروني. اه الرقم ما ردش عليا، اما نشوف تاني رقم يمكن يطلع. طب انا اعمل ايه؟ ايه دلوقتي الساعه 11؟ هل الناس لسه نايمه فعلا ولا ايه؟ تعالى يا عم اما نلعب شويه يا عم الناس دي تصحى. قول لي ان انت بتحبهم يا عم، قول لي الناس اللي انت بتحبها. انت مش طايق حد؟ ماشي تعالى. مروان، ماشي يا مروان ماشي. يا رب يرد عشان انا تعبت. السلام عليكم، مع استاذ مروان. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله سميع عليم. اخيرا مروان رد. حبيبي مروان والله بجد، حصل مشكله بسيطه احلها وارجع لكم تاني. نرن على بيت الناس بس يا عم، نرن على مينا ان شاء الله. مينا هيرد عليا، انا واثق في مينا. يمكنك إرسال رسالة صوتية عن طريق إضافة نجمة قبل الرقم وإعادة الاتصال. مينا خذلني. بس يا مينا خلاص مش عايزك. طب انا دلوقتي عايز اسال سؤال وجيه. انتوا بتصحوا الساعه كام؟ عشان اكون عارف. انا برن عليكم دلوقتي الساعه 11 الظهر، تمام؟ يعني مثلا ممكن الساعه 1 تكونوا ظبطت الدنيا معاكم، ماشي. الناس اللي ما ردتش ده انا هرن عليها الساعه 1. ناس تانية بقى، ايه الاخبار يا جدعان؟ كده مش ينفع، محدش راضي يرد عليا. في اسمين قدامي، في المعتز بالله وفي زياد عصام. المعتز بالله هيكون الساعه 11 اكيد، اكيد. آه. انا واثق ان المعتز بالله يرد عليا. السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ المعتز بالله موجود معايا؟ المعتز بالله شخص جامد. امم مش انا قلت لكم الزقازيق دوله؟ هو ما ردش عليا. بصوا يا جدعان، يعني انا بقول نلغي الموضوع ده خالص، تمام؟ المهم انا كنت عايز اكلمكم في حاجه واحده بس، الا وهي ان كانوا اصحابي جايين لي وانا بكلم الناس، المفروض الناس ترد عليا اصلا، بس انا اتقفلت ومش هكمل الفلوج عشان انا تعبت. تمام، تعبت خالص، نفسيتي تعبت. الله يكون في عون اي اتش ار في اي مكان، واي حد بيرن على اي حد عشان يعمل له انترفيو. فانتوا على راسي، والناس اللي ما ردتش عليا دي برضه على راسي. بقول لكم ايه، اختاروا معايا رقم، يعني اختاروا معايا رقم ارن عليه. مثلا في رقم انا بحب رقم 20، بس رنيت عليه ما ردش عليا. يا عم القط اهدى بقى، هتطلع ازاي انت دلوقتي؟ ما انا قافل على الحته دي تحت.
انت كنت متعب. أحيانا يغلف كم من الحلاوة والنور والسكينة والطمأنينة تكاد تنسى مرارة الصبر، لكن هذا لا يكون في البدايات. إذا نظرت نظرة شمولية لما جاء في الكتاب والسنة عن الصبر تقول عجيب، يعني عجيب، يعني عجيب، يعني إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب مفتوح. قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت في صحيح الإمام البخاري رحمه الله: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. النقطة الأولى اللي نستمد منها الصبر هي التصبر. وفي البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. ولما الله يصبرك مو معناه إنه انتقل الصبر من المرارة إلى الحلاوة الذاتية، لا بد من الصبر، وأن الحياة هي هكذا، وأنك في مرحلة تكليف، وأن الجنة لا تنال إلا بالصبر. إذا صابك فتور في صبر على طاعة أو على أذى الناس، خاصة لو كان في سبيل الله، فتذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك أن يصبرك. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. تذكر عظمة المصيبة النازلة بالأمة الإسلامية اليوم، وأنه لا بد للإنسان أن يصبر حتى يعمل شيئا، وأن تتذكر أنه لا يمكن لأحد أن يكون له أثر حسن وصالح في ظل هذا الوقت الذي نعيش فيه، الذي فيه الفتن والشهوات والمشكلات والمصائب والابتلاءات والصعوبات و إلى آخره، ثم لا تصبر وتريد أن تحقق ثمرة. هذا لا يكون. بصوا يا جدعان، انا تعبت. ده فلوج طويل حبتين، يعني الفلوج دلوقتي وانا بكلم الناس وصل مثلا معايا اهو ساعة وربع و37 ثانية. انا دلوقتي عشان اقص الفلوج ده فهينزل لكم مثلا 8 دقايق كده ولا حاجة، والباقي طبعا هيتسرع. انا كلمت 4 تنفار، 4 تنفار ردوا عليا، حبيب قال لي، والباقي ما ردش. الباقي ده بقى نعمل فيه ايه؟ اي اتش ار في الدنيا هيقول لك ريجكتد. انا ما عملتش الكلام ده، انا هقول لكم سلام.